السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن قصة أشهر سفاح وأول سفاح في المغرب، اسمه الحاج محمد المسفيوي. قدر إنه يقتل 36 فتاة، أي فتاة يشوفها عندها ذهب على طول ياخذها، يقطعها تقطيع وياخذ الذهب اللي عندها. لكن شلون كانت طريقة الخطف وشلون كان يسرق منهم وين يودي الجثث؟ هني الحبكة. اسمع السالفة. في عام 1906 أيام ما كان عندهم الأوضاع الأمنية في المغرب متوترة جدا بسبب تمرد القبائل، وكان عندهم شبه مجاعة بسبب يعني هجوم الجراد. أيامها كان ماكل الخضر واليابس والمحصول رايح، والناس بدت تحس بالجوع وقامت تتمرد على الحكم. فالحكومة كانت ما هي فاضية لمتابعة الجرائم، يعني يلا تلحق على اللي قاعد يتظاهرون واللي قاعدين يسوون هالمشاكل مع الحكومة. هذا الوقت كان مناسب جدا للقاتل اللي هو الحاج محمد المسفيوي. ايش كان يسوي؟ عنده وحدة عجوز منسق معاها، هذه كانوا يسمونها ملقبة بالرحالية. ما أدري ليش يسمونها الرحالية، أتمنى من أخواننا المغاربة يكتبوا لنا بالملاحظة بالتعليقات ليش كانوا يسمونها الرحالية، هل هو لقب شائع ولا لا؟ المهم، هذه العجوز الرحالية شو تسوي؟ كل ما شافت بنت بإيدها ذهب تناديها: تعالي يا بنيتي الله يخليك أبيك توديني محل لتصليح الاسكافي اللي هو مال الأحذية، أبيك توديني هناك عند الحاج محمد الاسكافي علشان يصلح أحذيتي. يعني تقول له: حاضر يا عمتي. تاخذها من يدينها توديها لين محل الحاج محمد المسفيوي الاسكافي نفسه. يقوم عاد هذاك شنو يضيفهم، يعطيها مثلا عصير، يعطي الحجة وياها عصير، تقوم البنت تشرب. أول ما تشرب البنت تطيح، يغمى عليها، ما أدري شو يحط لها منوم ولا يحط لها سم. المهم يقوم يسحبها هو ويا العجيز ويدخلونها داخل المحل، ويبدأ عاد التقطيع، يسويها شأف وياخذ الذهب اللي عنده يتقاسمه مع العجوز. بعد هذا ياخذ الجثة ويدفنها، حاط له بير داخل المحل يرمي فيه الجثة. ومستمرين، أول وحدة وثاني وحدة، أول 10 بنات، ثاني 10 بنات، ثالث 10 بنات. العالم بدت تضج وبدت البلاغات: بناتنا وين يروحون يا جماعة، يا رجال الأمن. قاموا يحققون لكن ما هم فاضيين، كل يوم والثاني عندهم مظاهرات وعندهم بلاوي. ودائما الدول اللي يصير فيها زعزعة أمنية بسبب المظاهرات تكثر فيها الجرائم، لأن أنسب فرصة للمجرمين ان الحكومة مو فاضيت لهم يعني. والحكومة الحين يعني قاعدة تجابه قضايا اكبر، ما راح تلتفت على الجرائم قتل ولا سرقة ولا كذا، لا لا لا، موضوعهم اكبر، مو فاضيين. هذا مثل ما قاعد يسوي محمد المسفي، وكل يوم الثاني سحبت له العجيز وما حد ينتبه، وتوديها محل المسفيوي. هذا مالكم بطويلة، وإن شاء الله إني قاعد أنطق اسمه صح، المسفيوي. المهم
الحين اهالي البنات يبلغون رجال الامن لكن ما في تجاوب، الى ان يوم من الايام اختفت فتاة عمرها 19 سنة، وهذا كذلك من اهل مراكش. طلعت وبيدها فعلا كان في ذهب، واختفت البنت، مع ان اهالي البنات صاروا كلهم يحذرونهم ما في بنية تطلع الا للضرورة الا لكذا. هذه البنت طلعت وتلقتها الرحالية العجيز، وخذتها الى محل الحاج محمد المسفيوي، قام قطعها وخذ الذهب اللي عندها ووزع، واختفت البنت. هني اهل هالبنت هذه قشران، ما عندهم بيع برد، ما ينتظرون حكومة ولا ينتظرون رجال امن، ويدرون انه مستحيل انه راح يتجاوبوا معاهم. قاموا يبحثون بنفسهم، اقلبوا المنطقة قلاب، ما خلوا احد الا سألوا عن بنتهم، والشهود والعالم من شاف البنت، من اخر واحد شافها معاها. قال لهم واحد والله انا كأني شفت بنتكم مع الرحالية العجيز هذه اللي تحوس 24 ساعة في المنطقة. قال متأكد؟ قال اي نعم، لانها يعني كانت كأنها قاعد تساعدها ماسكتها يعني من يدينها. ويروحون اخوان البنت ويخطفون العجيز الرحالية ويودونها عندهم في البيت ويكسرونها تكسر. لا تقولين عجيز، تكلمي انت اخر وحدة شفتي اختنا وين راحت؟ لا يا جماعة حرام عليكم، انا مرة كبيرة وكذا. تكلمي ورب الكعبة لا نقتلك الحين ونحطك داخل البيت ولا حد يدري عنك، يا تكلمين يا نقتلك. حتى لو مو انت اللي مخاطفة بنتنا يعني راح نقتلك، احنا ندور الشر واحنا اصلا مجرمين وما عندنا اي مشكلة. يوم شافتهم عزمين بيذبحونها قالت مدخيلكم، انا راح اعترف، انا لا قتلت البنت ولا شيء، انا مجرد وسيط. قالوا وسيط شلون يعني؟ قالت انا استدرج البنات واوديها عند السكافي الحاج محمد المسفيوي. شنو؟ وش يسوي فيها؟ قال والله هو عاد يقوم يقتل البنات وياخذ الذهب ويعطيني من اللي ياخذه من الضحايا. اكيد؟ قالت اكيد. ويقومون اخوان البنت ويمسكون الحاج محمد، قطعوه طق. تكلم ويعترف. ما اعترف من كثر الطق، ما اعترف بس على بنتهم، لا قال لهم 36 بنت وينهم؟ ولا داخل المحل بس في 20 جثة و16 وحدة راميهم، ولقوا ارشد اهل البنت على مكان الجثث، من بينهم جثة بنتهم. راحوا خذوه وسلموه لرجال الامن حق الباشا اللي كان ماسك الامن، وقال له هاك يبا الموضوع جاهز الحين، تجيب حقنا منه لا ورب الكعبة نذبح الحين قدامك. ألقى القبض عليه وشالوا جثث الضحايا، وكل أهل عرفوا وين كانت بنتهم وإن هذا اللي قاتلها. المهم أحالوا الحاج محمد وكذلك الرحالية هذه العجوز للمحاكمة. طبعا الرحالية يقول لك بعد كم سنة هي ماتت من نفسها داخل السجن، أما هذا متعافي إلى الآن والكل يبي إعدامه. وأيامها الإعدام عندهم مختلفين، هل يقتلونه بالرصاص، هل يقتلونه شنقا؟ قالوا لا، كانت في مظاهرة قوية. وأنا أقول لكم كان عندهم القبائل متمردين أيامها،
قالوا هذا يا ويلكم إذا قتلتوه أو عدمتوه. قالوا أجل شو نسوي فيه؟ قال هذا نعذبه لين يموت. قالوا يبا خلاص عشان نرضي هالناس ونفتك من شرهم ومن شر هالمظاهرات، قاموا كل يوم يجيبون الحاج محمد المسفيوي إلى وسط الساحة، ويجيبون خشبة عودة، عصا كبيرة غليظة وفيها مسامير مثبتة، ويضربونه 10 ضربات. تقوم هالمسامير شو تسوي؟ تسوي مثل المشخال، كل يوم 10 ضربات، ما يموت لكن يقعد ينزف إلى اليوم الثاني. يحطون عليه ملح ويضربونه 10 ضربات ويودونه كذلك للسجن، يجيبونه اليوم اللي بعده و10 ضربات. خلوا جسمه كله يعني لو يشرب ماي ممكن يخر، يعني يصير نفس النافورة. مالكم بالطويلة. هني انبسطوا اهالي البنات، قالوا لا بس هذا ما يكفي. قالوا خلاص تبون نعدمه؟ قالوا لا ما تعدمونه، لا مستحيل، خلاص نبيكم تدفنونه وهو حي. وفعلا كانت هذه اول طريقة يتم يعني تنفيذها في مجرم اللي هو هذا الحاج محمد. دفنوه وهو حي، لا ويوم دفنوه وسكروا عليه بنوا فوقه نفس المكان كذي عشان يكون عبرة حق غيره. وانتهت قصة السفاح المسفيوي الحاج محمد في مراكش. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.